السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا الأعزاء في كل مكان. بنرحب بحضراتكم. فيديو محمد رمضان وهو بيعتدي أو مع شخص آخر في غرفة النوم. الاسم ده بدأ يتداول بشكل كبير جدا على مواقع السوشيال ميديا بشكل كبير في الساعات اللي فاتت، بعد ما تم نشر فيديو لشخص بيدعى إن هو محمد رمضان، والشخص ده مع شخص آخر بيقيموا مع بعض علاقة جنسية داخل غرفة النوم. ايه القصة وايه الحكاية؟ ده اللي احنا هنسرده لحضراتكم النهاردة. ولكن خلينا في البداية نبقى عارفين ان على الرغم ان محمد رمضان شخص مستفز وشخص دايما محب للشهرة ومحب ان هو يركب الترند ويلفت الانظار، الا انه اللي بيحصل معاه دلوقتي هي حملة تشويه من الدرجة الاولى. وعلى الرغم برضو ان محمد رمضان عمل حاجات كتيرة غلط، زي مثلا انه تصور مع السفير الاسرائيلي، وتصور قبل كده مع فتاة اسرائيلية، وطبعا قبل كده برضو المشكلة اللي عملها مع الطيار. كل الحاجات دي خلت الجمهور والشعب او الناس اللي بتتابعه تكرهه وتبدأ نجوميته تقل. فده كان بيخليه يعمل اي حاجة ملفتة واي حاجة جاذبة للانظار علشان الناس تبدأ تتكلم عنه وتبدأ دايما تحطه في الاضواء. ولكن اللي حصل امبارح ان في فيديو صعب جدا. الفيديو ده شخص شبيه لمحمد رمضان بيقيم علاقة جنسية مع شخص آخر. الفيديو ده انتشر على السوشيال ميديا كلها، وطبعا الناس بدأت تهاجم محمد رمضان. محمد رمضان يقولوا محمد رمضان اللي بيركب على الرجالة واللي بيعمل واللي بيسوي. فده خلى محمد رمضان يطلع بنفسه ويرد ويقول: يا جماعة الفيديو ده مش ليا، وأنا ممكن أركب أي حاجة في الدنيا، أركب لامبورجيني، أركب عربية أحدث موديل، أركب طيارة هليكوبتر، أركب طيارة خاصة بيا، أي حاجة أركبها إلا إني أفكر أركب راجل. الله يقرفك يا شيخ. طبعا الله يقرفك يا شيخ دي على الشخص اللي هو فبرك له الفيديو ده. بيقال انه في بعض المؤسسات او بعض الكيانات الكبيرة جدا طلبت من محمد رمضان انه ينضم ليها علشان يوجه الناس ويوجه الشعب لحاجة معينة، الا انه رفض. ولما رفض بدأوا يفبركوا له بفيديوهات وحاجات مخلة زي كده علشان يقضوا على مسيرته الفنية بشكل نهائي. عموما الفيديو انا من رأيي ان الفيديو ده مفبرك وغير حقيقي، وان اللي بيحصل ده هي حملة تشويه لمحمد رمضان. دي كل التفاصيل الخاصة بحلقة النهاردة. لو حضرتك وصلت معانا لحد اللحظة دي يهمني أسمع رأيك، وشايف إن الفيديو حقيقة ولا لأ؟ ولو شايفه حقيقة شايفه ليه كده؟ ولو شايفه مش حقيقة قول لنا إيه اللي بيخليك مش شايفه مش حقيقة. بشكرك، وما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان دايما يوصل لك كل جديد. شكرا ليكم، سلام.